لو انت بتعاني من ارهاق بدني وكمان عدم تركيز وحاسس بالدوخه طول اليوم، كمان لون الجلد بتاعك بيبقى شاحب كده وفيه اصفرار في لون الجلد، كمان الشعر بتاعك والضوافر ضعاف وهيشين كده وفي ضعف في الاظافر على طول، اول حاجه بتيجي في بالك هي الانيميا. واول ما بنقول كلمه انيميا بيجي في بالنا الحديد، لكن نقص الحديد مش هو السبب الوحيد للانيميا، وفي عناصر غذائيه تانية لو نقصت في جسمنا ممكن تسبب معانا الانيميا دي، واهمها حاجه زي فيتامين ب 12 والفوليك اسيد، ودولت لو نقصوا في الجسم بيسببوا نوع من انواع الانيميا اسمها الميجالو بلاستيك انيميا. طيب ازاي اقدر افرق بين نوع الانيميا اللي ناتجه عن نقص الحديد ونوع الانيميا اللي ناتجه عن نقص فيتامين ب 12 او الفوليك اسيد؟ ده بيتم عن طريق تحليل صوره الدم الكامله. لو لقينا ان الهيموجلوبين عادي لكن المورفولوجي او حجم خلايا الدم الحمراء اكبر من الطبيعي، فده على طول بيجي في بالنا ان الانيميا دي ميجالو بلاستيك انيميا وناتجه عن نقص فيتامين ب 12 او الفوليك اسيد. انما لو لقينا ان الهيموجلوبين قليل وحجم خلايا الدم الحمراء قليل او اقل من المعتاد، فبيجي في بالنا غالبا ان الانيميا دي ناتجه عن نقص الحديد. وبالتالي ما تستغربش لو انت في يوم كشفت والدكتور قال لك ان انت عندك انيميا وما لقيتش في الروشته بتاعتك حاجه من مكملات الحديد، لكن على العكس لقيت حاجه زي حقن فيتامين ب 12 او حاجه زي اقراص الفوليك اسيد. ده نتيجه ان الدكتور شخص الانيميا بتاعتك على انها ميجالو بلاستيك انيميا وناتجه عن نقص العناصر الغذائيه دي. دمتم سالمين وبصحه، سلام عليكم.